القصة حصلت مع رامي أخويا. هو عنده سوبر ماركت خاص بيه، وده شغله الأساسي، وعشان لسه بيبدأ فهو بيقعد 10 ساعات فيه أو أكتر كمان، وما عندوش غير موظف واحد اسمه أحمد، وهو لسه طالب وبيشتغل عشان يكون نفسه، وبيشتغل 5 أيام في الأسبوع وبياخد يومين أجازة. وفي يوم هو كان عنده بضاعة جديدة نازلة وكانت عايزة تترص على الأرف، واليوم ده أحمد مشى بعد شفته الساعة 10 بالظبط، وتاني يوم هو كان أجازة وكان لازم البضاعة تترص. فقرر أخويا يسهر شوية في السوبر ماركت ويرص الحاجة قبل ما يمشي، وكانت الساعة 10:15، وبدأ يجيب الكرتون من المخزن ويحطها على الأرض، وهو كان لازم يخلص كل البضاعة. وفضل شغال لحد ما سمع صوت جاي من بره، صوت عامل زي حد بيخبط على الإزاز بالراحة. استغرب ولسه بيبص في الساعة يشوف الساعة كام، لقاها الساعة 2 الفجر. راح يشوف فيه ايه، ولقى واحد واقف قدام السوبر ماركت وعمال يبص يشوف في حد جوه ولا لأ. وأول ما قرب من الإزاز لقى راجل كبير، شكله كان مخيف جدا وكان بيبص بنظرة غريبة، وفضل متنح وهو قاعد يشاور له إنهم قافلين، بس هو قاعد يخبط أكتر وكأنه كان هيكسر الإزاز. وأخويا أول ما شاف كده خاف جدا وحاول يبان شجاع، وجاب التليفون وهدده إن هو لو ممشيش هيبلغ الشرطة. والراجل ده أول ما شاف كده مشى. قرر أخويا بعدها يكمل شغله، ومعداش وقت كتير، تقريبا ربع ساعة، بعدها سمع صوت حاجة بتطرقع كأن حاجة حديد اتكسر، وجرى بسرعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وراح على الإزاز بس ما لقاش فيه حاجة ولا كان في حد واقف. بعدها راح على باب السوبر ماركت، والباب كان من الأبواب اللي بتلف وكلها إزاز، والنوع ده من الأبواب بيكون فيه ترباس من فوق بيتقفل، والترباس بيمنع إن هو يلف ومحدش يدخل أو يخرج منه. وأول ما راح يبص على الترباس ملقاهوش، وهنا اتأكد إن هو في خطر، ولسه بيلف لقى الراجل اللي كان بيخبط على الإزاز واقف جوه السوبر ماركت وبيبصله بغضب. وأول حاجة جت في باله إن هو هيكلم الشرطة، بس كمان كان لازم يجري من المكان. وفعلا طلع يجري، وكان سامع صوت رجل الراجل ده بتجري وراه. وهو بيجري في الشارع لقى عربية كانت بتجري بأقصى سرعة لدرجة إنها كانت هتخبطه، واتفاداها بأعجوبة وكمل جري لحد ما وصل عربيته. وساعتها ما كانش سامع صوت الراجل، ودخل العربية وقفل الباب ومسك الموبايل وكلم الشرطة، واللي جت فعلا وحكى لهم كل اللي حصل، وفرغوا الكاميرات اللي في السوبر ماركت. وطلع العربية اللي كانت هتخبطه كانت تبع نفس الراجل، عشان ركب فيها بعد ما هو جرى. وحاولوا يجيبوا صورة واضحة للراجل بس ما عرفوش. الشرطة قالت إن غالبا الهدف كان إنهم يخطفوه، ومش عارفين كان ممكن يحصل إيه بعدها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للقصة لو عجبتكم، عشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد ممكن.